السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة نعمل فطيرة الشتاء. هنعمل فطيرة باللبن والسكر بطريقة سهلة جدا. بجد حاجة كده تدفي في البرد. طعمها طعم ما حصلتش، غير انها سهلة وسريعة. تقدري تحضريها في 5 دقايق من غير عجن ولا فرد. هنعملها كمان بحشوة مميزة، طعمها بجد تحفة. بصوا بقى الجمال والحلاوة، مقرمشة من بره وطرية من جوه وحلوة جدا. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير كتير للفيديو، كمان اشتراك في القناة. فعلوا جرس الإشعارات واختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا إشعار بيه. وما تنسوش تسيبوا لي تعليق حلو، تقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة بتاعت النهاردة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة هنجهزها الحشوة. في حلة هنزل بكوبايتين من اللبن أو الحليب البارد. اللبن ده أنا مخرجاه من التلاجة. أخدنا كوبايتين، هنزل عليهم ب4 معالق كبار من الكاستر. تقدري تستبدلي الكاستر بالنشا بالمضرب اليدوي، وهبدأ أقلب الأول على البارد. وهنبدأ نرفعهم على النار مع التقليب المستمر بقى على نار متوسطة. هنا أنا مش هضيف سكر. تمام. هبدأ أدوب بقى كده وأقلب باستمرار بالمضرب اليدوي لحد الخليط بتاعنا ما يبدأ يتقل. أول لما الخليط يتقل بقى ويبدأ يعمل فقاعات كده من حوالين الحلة، هبدأ أطفي وارفعها من على النار على طول. دي هتكون حشوة الكاستر. بس كده خلاص، ده القوام المطلوب. أهم حاجة إن احنا نقلب باستمرار علشان ما يحصلش أي تكتلات. تمام كده. تعالوا بقى هنا عندنا لفة من الجلاش. أنا بحب أوي استخدم جلاش روتانا. روتانا حلو جدا. بصراحة أحلى نوع جلاش هو روتانا. اللفة دي 350 جرام. هبدأ بقى على فوطة كده وهبدأ أغطيه علشان خاطر ما ينشفش. الجلاش بينشف بسرعة جدا، لازم نغطيه بفوطة. أخدت بس كده ورقتين من الجلاش وهنبدأ نلفهم وهنشيلهم على جنب. هنشوف هنعمل بيهم ايه. تعالوا بقى هنا هنبدأ نغطي بالفوطة بالشكل ده. وعندي صينية، الصينية دي مقاس 30. حطيت فيها معلقة من السمنة السايحة، وعندي نص كوباية من السمنة. والله هي حتى أقل من نص كوباية سمنة. تمام. أهم حاجة إن السمنة تكون نوعيتها كويسة، ويفضل تكون سمن بلدي. تمام كده. تعالوا بقى نبدأ ناخد كده ورق الجلاش، وهبدأ أحط نص الورقة جوه الصينية ونصها بره الصينية. عندي كمان نص كوباية من السكر البودرة. هبدأ بقى بالفرشة وهبدأ أمشي الفرشة على الجزء الجلاش اللي جوه، يعني نص ورقة الجلاش اللي في الصينية هي اللي هوزع عليها السمنة، والنص اللي بره مش هحط عليه سمنة أبدا. تمام كده بالفرشة بقى، وهبدأ أوزع سمنة سايحة كده على خفيف، ما نكترش. هي ما شاء الله بتطلع مورقة وتحفة. تمام. تعالوا بقى بين كل ورقتين هنبدأ نوزع معلقة من السكر البودرة. معلقة واحدة بس، ما نكترش في السكر. هخلص بقى كل لفة الجلاش بنفس الطريقة. نص الورقة جوه، والنص اللي جوه هو اللي هنمشي عليه فرشة سمنة، والنص اللي بره هنسيبه كده من غير سمنة. وبين كل ورقتين جلاش هنوزع معلقة من السكر البودرة. عايزة اقول لكم بقى ان الفطيرة دي بتتباع في محلات الحلويات بمبلغ ممكن توصل ل150 جنيه. بصراحة مش عارفة على ايه. هي تكلفتها لا تتعدى ال20 جنيه او ال25 جنيه، مش اكتر من كده. جمالها بقى ان هي بتتاكل سخنة وبتتاكل باردة، يعني في الحالتين طعمها بيكون مميز وحلو جدا. بس احلى حاجة بقى لما تاكلوها سخنة كده ولسه خارجة من الفرن، خصوصا لما نكون في الشتاء والجو ساقعة. بتدفي وبتدي طاقة. كمان من الحاجات السهلة التحضير. شفتوا ما أخدتش يعني أكتر من 5 دقايق. تعالوا هنا بقى بعد ما خلصت كل كمية الجلاش، هبدأ أنزل بقى بطبقة الكاستر. بصوا بقى الكاستر ناعم وجميل جدا ما شاء الله. هبدأ بقى بالسباتيولا كده وهنبدأ نوزع كل الكمية اللي موجودة معانا. حابة بقى تضيفي مكسرات، حابة تضيفي اي حشوة انت عايزاها كمان مع الكاستر ضيفي. انا هنا كان عندي موز فحبيت اوزع كده واحدتين من الموز. بجد عطوا طعم غير عادي. بس كده. بسكن بس كده قطع الموز في الحشوة وهنبدأ بقى نقفل.
هاخد بقى معلقة كمان من السكر البودرة وهبدأ أوزعها. وتعالوا بقى نبدأ نقفل ورق الجلاش بتاعنا تاني. هاخد بقى بالترتيب كل الورق هنبدأ ناخده على جوه، وبرضو بين كل ورقة وورقة فرشة خفيفة كده من السمنة. تمام، بنفس الطريقة ونقفل، وأي زيادة هنبدأ ندخلها على جوه. شفتوا بقى قد ايه سهلة وسريعة وما أخدتش مننا وقت خالص. لو وصلتوا معايا لحد هنا اوعوا تنسوا اللايك. اللايك مهم جدا للفيديو، هو اللي بيخلي الفيديو ينتشر ويوصل لأكبر عدد من الناس، فياريت ما تبخلوش باللايك. بصوا بقى هنا بدأنا نقفل كده كل الزيادة على جوه زي ما انتوا شايفين. وتعالوا بقى دلوقتي نبدأ نجيب الورقتين اللي احنا شايلينهم. طبعا لو دخلنا صينية الجلاش بالطريقة دي في الفرن هتبقى منعكشة كده ومش متظبطة خالص. فاحنا هنبدأ بقى نجيب الورقتين اللي احنا شلناهم، وهنبدأ نغطي بيهم الوش بالشكل الجميل ده، وهنبدأ بقى ندخل كل الزيادة على جوه. بس كده. هنا بقى كنت مولعة الفرن وظبطت درجة حرارته على درجة حرارة متوسطة، يعني 170 أو 180 على الرف الوسطاني، والنار بتكون من تحت بس، ما بولعش شواية. الجلاش ما بيحتاجش شواية أبدا، من الحاجات اللي بتاخد وش بسرعة جدا. بس كده. بصوا هنا بقى الوش ما شاء الله بقى جميل جدا. تعالوا بقى برضو فرشة كده من السمنة على الوش، وهنبدأ ندخلها على الفرن. الفرن يكون سخن، درجة حرارة متوسطة على الرف الوسطاني، النار بتكون من تحت بس. تاخد معايا في حدود 20 دقيقة، مش أكتر من كده، طبعا على حسب درجة حرارة فرنك. تمام، ده بقى شكلها أول ما بنخرجها من الفرن. بصوا بقى الجمال، وريحتها ما شاء الله تحفة، جميلة جدا. تعالوا بقى أول ما بنخرجها من الفرن وهي سخنة هنبدأ نسقيها بكوباية من اللبن. الفطيرة بتاعتنا سخنة لسه خارجة من الفرن، وكوباية اللبن باردة. تمام. طبعا الوش مقرمش وتحفة جدا. هنضيف بقى على كوباية الحليب أو كوباية اللبن بتاعتنا معلقتين كبار من اللبن البودرة، وهنبدأ بقى نسقسق كده على الفطيرة. طبعا حبة تكون مقرمشة قوي مش هتغطيها، حباها تكون طرية يبقى هنغطيها بصينية كده لمدة 5 دقايق عشان تحتفظ بالبخار اللي فيها، وكمان تتشرب بكل كمية الحليب. طبعا السكر على حسب الرغبة، ممكن تضيفي كمية سكر أكتر، بس أنا بالنسبة لي السكر كده كان مظبوط جدا، ما بكترش في السكر، هي بصراحة طالع طعمها أكتر من تحفة. هنا كده أنا غطيتها بس 5 دقايق. بصوا بقى الوش فيه سنة من القرمشة وطرية من جوه، وبصوا بجد تحفة. هبدأ بقى أزين الوش برضو كده بمعلقة من السكر البودرة. كل كمية السكر البودرة اللي أخدناها كانت نص كوباية، وكل كمية السمنة اللي أخدناها كانت نص كوباية. بس كده. عندك بقى زبيب، عندك جوز هند، عندك سوداني، اي نوع مكسرات عايزة برضو تحطيه على الوش مع السكر البودرة براحتك، بس انا هنا استكفيت بالسكر البودرة بس. كان بجد طعمها وهمي، طعمها تحفة يا جماعة، بجد جربوها. تتاكل بقى سخنة وتتاكل باردة، في كل الأحوال طعمها أكتر من تحفة. الحشوة الموز مميزها مخلي طعمها حلو قوي. بصوا بس عايزة اوريكم كمان التسوية من القعر، جميلة بجد تحفة. كمان مورقة طبقات بتاعتها واضحة، والموز مميز طعم الحشوة، بجد مخلي طعمها حلو جدا. جربوا الفطيرة دي بالطريقة دي، ممكن تعملوها حلو وممكن تعملوها حادق، مش تاخد منكم وقت خالص، وزي ما شفتوا مش مكلفة ابدا. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير الكتير للفيديو، وكمان الاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.